وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحوار مفتوح صح؟ اتفضل. أنا كنت حاب أتناقش في رواية محددة. اتفضل. الرواية طبعا بخصوص عائشة رضي الله عنه وارضاه. اتفضل. ما أدري إذا تعرفها لو لا، بس اللي هي رواية ذكرت إما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم عن أبو موسى الأشعري. هل تعرف الرواية؟ اتفضل، يعني ما فيها مشكلة. اتفضل. بس أنا لو جبت لك رواية زيها من كتبك هتعمل إيه؟ نحن لازم نتفق ان احنا نضل في موضوع واحد، مش لا، موضوع. ما انت بص، انا هقول لحضرتك حاجه. يعني انا دلوقتي لو واحد مثلا مسيحي جه اعترض مثلا على ملكه اليمين في القران الكريم وقال لك يا مسلمين انت عندكم ملكه اليمين، تمام؟ قلت له لا، اصل انت موجود عندك كمان في الانجيل ملك يمين او ملكه يمين. فهل يقول لي لا ما تعترضش عليا من الانجيل، او انا كده اكون غيرت الموضوع؟ لا، ما غيرت الموضوع. صح ولا مش صح؟ اوكي. انت فاهمني قصدي ايه؟ ايه تمام. اتفضل. طيب الان ساذكر الروايه. اتفضل. اللي هو الروايه الراوي هو ابو موسى الاشعري. المصدر اللي هو صحيح مسلم صفحه رقم 349. هل اقرا الروايه من البدايه او اذكر الشبهه فقط؟ لا، اقرا الروايه من البدايه. تمام. الروايه تقول: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي. فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وأني أستحيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. انتهت الرواية. الآن أطرح الشبهة. الشبهة هي: ما كانت تقصد عائشة عندما قالت له على الخبير فقط؟ وقد أمر الله نساء النبي بأن لا يخضعن في القول. الآن بغض النظر لماذا سأل عائشة، وهذا بغض النظر، لماذا تقول له هذه الجملة على الخبير فقط؟ ما استفاد من هذه الجملة؟ هي الخبرة بتكون إيه يعني؟ الخبرة إيه؟ ما ممكن تكون الخبرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والخبرة بأفعال. ثواني بس، أنت معلش يعني سألت سؤالك فخليني أنا أجاوب، وإلا يعني ما ينفعش إن أنت تسأل السؤال وعايز إجابة محددة. تمام، تفضل. يعني على الخبير سقط. ما معنى على الخبير سقط؟ ما ممكن تكون خبرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خبرة بالحكم. ليه أنت أخذت الخبرة على المعنى الجنسي؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو أنت لاحظت أنها لما بتتكلم مع أبو موسى الأشعري قالت له: أتستحي من أمك الذي ولدتك؟ صحيح؟ صحيح. فمعنى كده أنها بتكلم أم لابنها. صحيح؟ تمام. جميل قوي. طيب جميل. هي بقى لما قالت له الحكم الشرعي في المسألة، الحكم الشرعي ده فيه خضوع بالقول. لو انت قلت ان الحكم الشرعي ده فيه خضوع بالقول، فكل حكم مثله ففيه خضوع بالقول، وان كان هذا الكلام من رجل لامرأة، لان الحرمة بين الرجل والمرأة كالحرمة بين المرأة والرجل. تمام؟ دي نقطة. النقطة بقى الثانية، لما نروح لكتب الشيعة مثلا نجد ان السيدة ميمونة. خلينا نكتب الشيعة. لحظة. لا 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 لا، اتفقنا من الاول. تمام. لما نروح كده لكتب الشيعة ونلاقي مثلا السيدة ميمونة بتقول: عندما أراد النبي أو إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطجع معي أمرني أن أتزر،
ما معنى يضطجع معني؟ يعني ينام معني، يعني يلامسني، يعني يباشرني، يعني يقبلني. فهل السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها خضعت بالقول؟ تمام، خلص. اتفضل. اوكي، راح ارد عليك من النقطه الاولى. مم. النقطه الاولى قلت ان عائشه كانت تقصد يعني ان الخبره في العلم وهذا، وقلت لي لماذا انا فهمتها بهذا المعنى. تمام. طيب ساضرب لك مثال بسيط حسنا. لا ما تضرب لي مثال، اضرب لي مثال من الآية، من لا. الرواية نفسها، ما تجيب لي مثال آخر. لا. يعني انت عايز، بس انا هقول لك حاجه، انت عايز تضرب مثال. انت سالتني ليش فهمت بهذا الفهم، تضرب مثال، اقول لك لماذا هتضرب مثال، يبقى ما تزعل من ضرب الامثله، بس هو ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل. اوكي تمام. هو انت سالتني لماذا فهمتها بهذه الطريقه. نعم. ساشرح لك لماذا فهمت بهذه الطريقه. اوكي، يعني مثلا انت الان لو اخترب هاتفك وذهبت الى شخص يصلح الهواتف وقال لك هذه الجمله، ماذا ستفهم؟ ان هذا الشخص خبير في الهواتف وراح يصلحها لك، صح؟ تمام. ايه المشكله؟ ولكن عندما تذهب الى امراه وتقول لها ما يوجب الغسل وقالت لك هذه الجمله، ستكون خبيره في ماذا؟ الفضاء مثلا؟ لا، ام المؤمنين لا، ايه المشكله انها خبيره في كل حاجه بتحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل، اسمعني بس، الله عز وجل عندما يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن الكريم، الحكمة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قالته أم المؤمنين عائشة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عفوا؟ الذي قالته أم المؤمنين عائشة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم. إذن هي خبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان الحديث، صح؟ تمام. أنا بقى أسألك بقى سؤال، معلش أنت كده خلصت إيه؟ أنا أسألك سؤال، مع إنك أنت ما جاوبتش على أم المؤمنين ميمونة، ومش هنسى برضو أم المؤمنين ميمونة. أنت لما عرضت الحديث ده عليا، معلش واحدة واحدة، أنت لما عرضت الحديث ده عليا، هل أنت تعتقد بصحة الحديث ده، ولا أنت جاي بتطعن فيه وخلاص، أو بتلزمني بما ألزمت به نفسي؟ ألزمك بما ألزمت فيه نفسك. جميل، الحمد لله. وأنا بنفس الطريقة ألزمك بما ألزمت به نفسك. عندما قالت أم المؤمنين ميمونة بحديث صحيح، تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضطجع معي أمرني أن أتزر، قالته للمعصوم عندك، والمعصوم رجل، فكيف تخضع أم المؤمنين ميمونة لرجل؟ تخضع بالقول وتتحدث معه في مثل ذلك الأمور أو تلك الأمور. تمام. أنا طرحت شبهة وأنت طرحت شبهة، وانا رديت على الشبهه. من طرح شبهته وانا رديت على الشبهه، ومستني حضرتك ترد على شبهتي. ما رديت بعدنا. ما رديت. بص، الحكم ما تقول لي ما رديت، الحكم تسيبه للجمهور، هو الذي يحدد رد ولا ما ردش. انت عايزني ارد باللي في دماغك انت، لكن انا ما رديت باللي في دماغك انت، انا ارد باللي في دماغي انا، باللي فاهمه انا. لذلك أنا لما قلت لك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الله عز وجل عندما يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينهن فاطمة ومن بينهن عائشة وحفصة، بذكر ما يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا تعديل من الله لهن أم لا؟ وأمرهن بذكر ما يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم أمرهن، ولكن ليست بهذه الطريقة. مين بقى؟ اديني أن الله عز وجل أمرهن، ولكن ليس بهذه الطريقة. هذا خضوع في القول، هذا صح. مين اللي قال خضوع في القول بقى؟ سؤال. أنا خبير فقط. مين اللي قال خضوع في القول؟ طب أنا هسألك سؤال آخر، مع إنك برضو للمرة الثالثة بقول لك إن أنت هربت من موضوع السيدة ميمونة. هل يجوز للشيعية قراءة قوله تعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ هل يجوز للشيعية قراءة قوله تعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أمام رجال الشيعة؟ ما فهمت. في آية في
في القرآن الكريم تقول والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، فهل يجوز للمرأة الشيعية قراءة هذه الآية أمام الرجال؟ يعني أن تفتح القرآن وتقرأ الآية أمام الرجال؟ نعم. امرأة تقرأ آية وهناك رجل، ما المشكلة يعني؟ ما الآية، اشرح لي الآية طيب كده. والله يعني لا، هذه الآية اللي هو كانت اللي هو أبناءنا وأبناء أخيكم، هذه الآية. لا أو آية غير أولي الإربة من الرجال. تعرف أنت عندك جوجل دلوقتي، اكتب ما معنى غير أولي الإربة من الرجال. أعرف المعنى، أعرف ما معنى. يعني إيه المعنى بتاعها؟ يعني الرجال الكبار الغير قادرين جنسيا، يعني ما عندهمش شهوة جنسية، صح؟ يعني المرأة تقرأ آية فيها كلمة إن الرجالة ما عندهمش شهوة جنسية، صح؟ اللي هو الإرب اللي هو إما قضيب الرجل أو شهوته. صح، قضيب الرجل أو شهوته، صح كده؟ صحيح. طب ده مش خضوع للمرأة بالقول؟ لا، هذه آية كريمة في القرآن. إزاي؟ طب ما هي آية بتتكلم عن الجنس. طيب على الخبير سقطت، ده هذه موجودة في القرآن. لا ما تكلمنا، أنا ما بتكلمش عن خبير سقطت دلوقتي، أنا بتكلم عن الحوار نفسه. امرأة تقرأ آية في القرآن، أين أيوة، ما هي الآية بتتكلم عن الجنس، يعني معناها لما تقرأها قدام الرجالة كلها عارفة إن دي آية في الجنس. تمام دعني. ده خضوع بالقول ولا ما خضوع بالقول؟ اولا هذه المراه ما قاعده تشرح لهم وقاعده تكلمهم، هذه المراه مجرد تقرا فقط، مجرد تقرا. طب ما ايه الفرق ما بين، يعني ايه الفرق ما بين ده وده؟ حكم وده حكم. تمام، ده حكم وده حكم. ومع ذلك برضه عشان قبل ما انسى، عشان ما نغيرش الحوار، ممكن ترد لي على روايه السيده ميمونه؟ لحظه دعني ارد على النقطه. لا رد لي على النقطه بتاعتي الاول. انا من الصبح عمال ارد على النقاط بتاعتي انا. ممكن ترد لي على النقطه بتاعتي اللي هي الواحده اليتيمه اللي انا قلتها من الصبح ما تردش عليها، اللي هي السيده ميمونه كانت تقول للمعصوم عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يضاجعني، يعني ينام معايا، يعني يبوسني، يعني يقبلني، امرني ان اتزر. والمراه لما تتزر يعني معناها بتغطي النص التحتاني. ازاي بتصف للمعصوم نصها التحتاني وبتقول مثلا يضطجع معي يعني يقبلني والكلام ده كله؟ اتفضل. طيب اذا ممكن تعطيني اين ذكرت الروايه؟ اين ذكرت الروايه؟ من عينيا الاثنين. عشان اطلعها. من عينيا الاثنين. سقطت على خبير على فكره. طبعا على امكم خبيره. لا هتغلط، هطلع عينك وعين اللي خلفوك. ما غلط. ايوه هتغلط، هتتريق، بعرف اتريق واتريق عليك وعلى ابوك وعلى امك وعلى كل اللي خلفوك. انا بقول لك سقطت على خبير، يعني انا خبير وهطلع لك دلوقتي الروايه، ما تقول لي امك. تمام طلع المصدر. ايوه، فما تلعبوش معايا. كتاب وسائل الشيعة. كتاب وسائل الشيعة. ماشي. حديث 2257. حديث 257. ماشي. عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، ودي بتسمى صحيحة الحلبي على فكرة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، أهي الرواية هي قدامك، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل زوجها منها، قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار. قال وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش. وطلعت لي صفحة بس قاعد أدور رواية. خد جزء منها وطلعها عادي يعني. هو باب محمد، عايز هو محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. لا مش دي. وطلعت لي طلعت لك الرواية اللي هو سائل الشيعة جزء 15 صفحة 275. بس فيها أحاديث كثيرة قاعد أدورها. دور بس أعطيني المطلع.
انا مستنيك ان شاء الله، ما فيش مشكله، دور براحتك. بس وش المطلع حق الروايه؟ وش ايه؟ يعني اعطيني اول جزء من الروايه او اول سطر. بص اكتب كده: ان ميمونه كانت تقول. ان ميمونه كانت تقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرني. ان النبي كان يأمرني اذا كنت حائضا ان اتزر. إذا كنت أن أتزر. له محمد بن علي بن حسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي أن سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال. هذه الرواية. أيوه هي دي. قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سروتها ثم له ما فوق الإزار. قال وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في فراش. نعم. هذه الرواية. نعم. يا رب عجل الفرج. اوكي، هو شفت الرواية وفهمت مضمونها. ايوه اشرحها لنا بقى. اللي هو محمد بن علي الرواية ان صحيحة. السيدة ميمونة قالت الى الامام الحسين ايوه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرني اذا كنت حائضا ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش. ايوه اشرحها لنا بقى، الجمهور بيسمعك، عايزك تشرحها. ان النبي كان يأمرها ان اذا كانت حائضا ان تتزر بثوب ثم تضطجع معه في الفراش. ايوه هذا الشرط. ايوه بس خلاص هذا الشرط. ايوه تفضل. يعني الرواية الشارحة نفسها يعني. ايوه لا احنا عايزينك انت تشرحها بقى. انا بعت اهو عشان ما حدش يقول لي قفل الصوت وانا قفل الموبايل. لا ما قفلت. ماشي. هو بصراحة أنا أول مرة أطلع على هذه الرواية صحيحة في كتبك. تمام. طيب يعني ممكن أتصل فيك بعد شوي يعني أبحث عنها. ما فيش مشكلة. تمام. مع السلامة. شكرا. العفو. مع السلامة. الأخ وليد. تفضل. اسماعيل. الموضوع ماذا تعرف أي شيء عن السقيفة؟ أنت شيعي ولا شيعي؟ نعم. شيعي؟ ولا شو؟ بقول لك أنت شيعي؟ لا أول شيء شنو قلت، شيعي أو شنو؟ بقول لك أنت شيعي ولا شيعي؟ شيعي ولا شيعي؟ يعني من شيعة علي بن أبي طالب ولا من شيعة أبي بكر الصديق ولا من شيعة مين؟ ليش أبو بكر الصديق عنده شيعة؟ طبعا نحن من شيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان وأبي بكر الصديق. الشيعة لا تخلط شيعة علي غير شيعة أبو بكر. لا ما بخلط والله. هي ايش شيعة؟ يعني ايه كلمة شيعة؟ لا ما انت تقول احنا شيعة ابو بكر وشيعة علي. اسمعني يعني ايه معنى شيعة؟ تفضل. معنى الشيعة يعني الشيعة المتبعين. خلاص بقى ما نتكلمش بقى، خليك في الموضوع ندخل في الشيعة. لا نطب هذه النقطة، شيعة ابو بكر غير شيعة علي. تفتح نقطة، خلينا في النقطة يا اخي، اجي معاك ما فيش مشكلة. عايز ايه؟ اتفضل. نحن شيعة علي بن ابي طالب وابي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وشيعة الصحابة. نعم. تفضل. لا كملت يعني. اذا تحب انت تكمل. شيعة علي غير شيعة ابو بكر فلا تفرق. يا عم انت براحتك، انت وعليكم براحتكم، ما فيش مشكلة. خلاص. اي. لكن انا لما اقول شيعة ابو بكر الصديق ما تقدرش لغة
ولا عقلا ولا منطق تقول لي لا انت مش من شيعه ابو بكر ولا من شيعه علي. انا ما قلت لك انت مش من شيعه ابو بكر، انا اقول لك لا تخلط تقول احنا شيعه ابو بكر وشيعه علي. احنا شيعه ابو بكر وشيعه علي، ايه رايك بقى؟ إيه هذا رايك، ايه مش مشكله، بس اقول لك بالمصطلحات اللفظيه لا ممكن انا تقولها، بقى لكن من شيعه ابو بكر وشيعه علي. إيه طيب هذا رايك انت، لكن طب هو والله انا من شيعه ابو بكر وشيعه علي. لا تحلف لا تحلف لا طب تحلف. والله أنا العظيم اول انا من شيء شيعه ابو بكر وشيعه علي. انا ما قلت لك اقسم، ما قلت لك احلف. طب ايه رايك بقى؟ رايي انه شيعه علي غير شيعه ابو بكر. برضه شيعه انا من ابو شيعه بكر ابو بكر ومن شيعه علي، ايه رايك؟ هذا طيب، هذا انت رايك انت. طيب رايي انا انت، حر لكن فيه يا اخي، انت هتحجر على رايي ليه انت؟ سبحان الله، لما لا رايي طبعاً. وانا رايي فيه انت داخل في الاول تعمل ايه؟ انت دخلت غلط. انا ما هنا. حاجر على رايك، اسمح لي اخ ما وليد، تحجر الكلام على رايي يا اخي، انا شايف ان أنا ما انا من حجر. شيعه ابو بكر وشيعه علي، انت شايف ان انت من شيعه عليكم وحسينكم لطمكم وزحفكم وتدبيركم، انت حاجه ثانيه غيرنا خالص. طيب انا ما حاجر، اول شيء ما حاجر على رايك انا، هذا اولا، قلت لك هذا رايك وانت حر فيه. المهم ادخل في لكن الموضوع يلا. اي التطبيق العملي شيعه ابو بكر غير شيعه علي. الحمد لله ان احنا شيعتنا غير شيعتكم، يلا اتفضل. اي تقول من انا من شيعه علي وشيعه انا من ابو شيعه بكر علي الحمد لله رب العالمين. اي بس بتطبيقك غير شكل. لا والله شيعه علي وبسمع كلام علي وامر علي وفاطمه والحسن والحسين، ايه رايك تتحداني نشوف مين اللي بيسمع كلام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ حالا دلوقتي هبين لك مين اللي بيسمع كلام علي، يلا اتفضل. نعم تمام. بتحب نرجع للموضوع ولا تحب تتناقش بهذا الموضوع؟ لا انا بقى عايز، انت كنت داخل في انه موضوع؟ انت قلت، انت سالتني انت من اي شيعه؟ لا انت داخل عشان موضوع السقيفه، داخل عشان موضوع السقيفه، اسمعني بس. انت اللي ابتديت، انت داخل عشان موضوع السقيفه، انت داخل عشان موضوع السقيفه ولا شيعه علي، وهذا الكلام اللي يا سيدي خلاص بقى، سيب القصه دلوقتي، وهنشوف مين الذي يتبع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. دلوقتي انت داخل عشان موضوع السقيفه ولا داخل عشان الموضوع؟ لا انا اقول ما اقول علي رضي الله عنه، اقول علي عليه السلام. واذا طيب ماشي، المهم يعني المفروض تقول علي عليه السلام، حاجه تمسك فيها. المهم يعني دلوقتي انت داخل عشان انه موضوع؟ انت بس ترجع، انت واحده من الاثنين، يا اما تبقى بالموضوع وتقول انا نبقى واعلمك واقول لك وانا من شيعه علي يا سيدي دلوقتي قدام الناس كلها، بص بيسمعنا دلوقتي 1200 واحد. يسمعوني ان شاء الله يسمع الملايين، خليه يسمع الملايين. هنشوف دلوقتي من الذي يتبع علي رضي الله عنه وارضاه وعليه السلام كمان، ايه رايك؟ لا انت هذه ما بتقولها هسه اللي بديت تقولها. يا سيدي يا سيدي خلاص انا غيرت موقفي بص عشان ابقى ماشي معاك، غيرت موقفي. هنشوف دلوقتي من الذي يسمع كلام علي عليه السلام. اسمع، يا اما تحب استاذ وليد، يا اما تحب نبقى بهذه النقطه ولا نرجع على موضوع. يا سيدي خلاص بقى، احنا دلوقتي هندخل في الموضوع اللي انت كنت داخل عليه في الاول، وهنشوف من الذي يتبع علي عليه السلام. يعني تبقى بهذا الموضوع. ايه رايك بقى؟ انت كنت داخل تتكلم في انه موضوع؟ انا دخلت سالتني انت الشيعي، قلت يا سيدي انا سالتك، لكن انت كنت داخل تجاوب على اي موضوع. انت اللي بديت بالموضوع يا سيدي. طيب انا موضوع السقيفه ايه رايك فيه؟ سالتني شيعي، قلت لك نعم شيعي، قلت لي من شيعه ابو بكر ولا من شيعه علي؟ انا من شيعه ابو بكر ومن شيعه علي. لا هذا ما يمشي، هذا ما يمشي، من شيعه علي وشيعه ابو بكر ما يمشي. هقول لحضرتك حاجه، انا اعمل لك اختبار بسيط كده، اعمل لك اختبار بسيط كده اشوفك من شيعه علي عليه السلام ولا لا. عيفك من الاختبار. انت رايك محترم، وانت تكون يا عم ما تخلص يا عم، انت في ايه؟ انت عظمه ومسكت فيها. انت من شيعه ابو بكر وعلي وانا من شيعه علي فقط. يا سيدي خلاص، انا من شيعه ابو بكر وعلي وانت من شيعه علي، خلصنا القصه. وانا محترم برايك. خلاص يا سيدي احترمتني وانا احترمك وخلاص القصه انتهت. احنا دلوقتي خلاص. الموضوع اللي احنا فاتحينه موضوع السقيفه. تفضل. جميل. انت ما راي علي بن ابي طالب عليه السلام في موضوع السقيفه؟ ما تتكلم كلمه الا بكلام علي بن ابي طالب في موضوع السقيفه، اتفضل. ما راي علي بن ابي طالب في السقيفه؟ نعم. وانت شنو عنوان الحلقه؟ السقيفه. لا عنوان الحلقه السقيفه. ماذا تعرف ايها الشيعي ماذا تعرف عن السقيفه؟
اي من وين تحب تبدي؟ انا احب ابتدي من علي بن ابي طالب عليه السلام. ماذا قال علي عليه السلام عندكم في السقيفه؟ علي ما موجود، انت هنا بالسقيفه علي ما موجود. علي مش موجود. اسمعني بس، اسمع واحده واحده، خلينا واحده واحده. علي بن ابي طالب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، علم بموضوع السقيفه، فما هي ردة فعل علي بن ابي طالب على السقيفه؟ يعني انت هسه طرحت 4 5 اسئله. لا لا لا، ده سؤال واحد، والله سؤال واحد، سؤال واحد، 5 اسئله. لا لا، سؤال واحد علشان نشوف بقى مين اللي بيتبع علي بن ابي طالب دلوقتي. اسمعني هسه انت طرحت اكثر من موضوع يعني. لا لا، هو موضوع واحد السقيفه. انت بتقول لي علي بن ابي طالب ما كانش موجود، فانا بينت لك ان هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم طلع وعلم بالسقيفه، فما هي ردة فعل علي بن ابي طالب على السقيفه؟ طيب انا الان انا وانت دلوقتي كل يدعي وصلا بليلى، صح؟ انت تدعي وصلا بعلي بن ابي طالب، وانا ادعي وصلا بعلي بن ابي طالب، تمام؟ فدلوقتي انا قلت لك علي بن ابي طالب هو الميزان، فانت احكي لنا ماذا قال علي بن ابي طالب عن السقيفه. ان كان عندك كلام لعلي بن ابي طالب قل من علي بن ابي طالب، ان لم يكن عندك كلام من علي بن ابي طالب قل ليس من علي بن ابي طالب. طيب كملت كلامك؟ تفضل. لا تقاطعني. انت ليش تريد تفرض رايك ماذا قال علي عن السقيفه او راي علي في السقيفه؟ ليش ما ترجع للاحداث اللي قبل ما تكون السقيفه؟ ليش تفرض انه راي علي بالسقيفه؟ ليش ما عشان موضوع النهارده موضوع عن السقيفه. ما هو مرتبط موضوع السقيفه، مرتبط. انت داخل النهارده وشايف العنوان عن السقيفه. العنوان مكتوب على الحلقه السقيفه. شايف العنوان عن السقيفه، ما شايف العنوان عن ما راي علي في السقيفه. انا سؤال بس، انت لما تيجي تتكلم من المفترض ان انت تاخد المعصوم ليك قدوه وتتكلم بكلامه، ولا انت ركنت المعصوم على جنب وهتديني من كيسك؟ اديك من كيسي؟ لا اديك من كتبك يا سيدي. انا كتبي الزاما عليا ما فيش مشكله، لكن انا سائل سؤال للشيعي. ايه هو السؤال للشيعي؟ ماذا تعرف عن السقيفه؟ ما راي علي في السقيفه؟ ما راي علي في السقيفه؟ لا انا ارجع من كتبك عشان انا بحب افهم الشيعي بالراحه. لما انا اقول للشيعي انا اريد افهمك واحده واحده. انت كملت كلامك، قلت كلامك. اسمعني بس، قلت كلامك، انا قلت لك كلامي. انت اسمعني لو سمحت اسمعني بس، اخذ نقطه وهخليك تكمل زي ما انت عايز وتهري زي ما انت عايز وتهبد، مفيش مشكله. واخد بالك دلوقتي الشيعي المفروض لما بيتكلم بكلام المعصوم ولا بيتكلم من كلام من كيسه؟ كمل كلامك، انا ما راح اجاوبك عليه. انا خلاص، يبقى المفروض الشيعي لما يجي يتكلم بكلام المعصوم. وانا تحديتك لما دخلنا في النقاش سوا وقلت لك هنشوف من الذي يسمع كلام علي بن ابي طالب. فالمفروض ان الشيعي بيتكلم من كلام المعصومين. من الذي حضر القصه ديت؟ علي بن ابي طالب، الحسن، الحسين، فاطمه، عليهم جميعا الرضوان. فالمفروض لما الشيعي يجي يتكلم على الاقل بكلام واحد من دول. ولا انا غلطان يا جماعه؟ اتفضل بقى، انت معاك المايك، يلا. كملت كلامك؟ كملت، اتفضل. ما قاطعتك انا، فلا تقاطعني رجاء. انت لا تفرض كلام ما هو راي علي في السقيفه. انا اقول لك لا، نرجع للاحداث قبل ما تسالني عن راي علي في السقيفه. نرجع للاحداث قبل السقيفه، قبل ما تصير السقيفه، قبل ما تكون السقيفه. ما الذي حصل؟ ماذا تعرف؟ ماذا حصل؟ ماذا تعرف من كل الصوت قطع. كمل. صوت. اعيد لك الكلام؟ اعيد لك؟ لا، انت بتقول ماذا تعرف. يعني سمعتني لعد شو اللي انقطع؟ والله اتقطع شويه، انا اضحك عليك. مش مشكله. انا اقول لك ارجع بالاحداث قبل ما تصير السقيفه. طب نرجع الاحداث لحد فين كده؟ قول لي كده. بعث جيش اسامه. بعد جيش اسامه؟ بعث جيش اسامه. بعث اسامه يعني بعث جيش اسامه. ايه، وانا همشي معاك. تجهيز جيش اسامه. ما فيش مشكله، نمشي مع بعض. نمشي مع بعض بجيش اسامه. قول اللي عندك في جيش اسامه، يلا. طبعا بالمناسبه الاخ المتصل اللي اتصل فيك لما قال لك يا سيدي ما تدخلناش في حوارات. احنا في جيش اسامه دلوقتي، ما تقوليش على المناسبه الاخ المتصل، خلينا في جيش اسامه.
طيب ليش ما شو الآية اللي نزلت؟ مين لعن الرسول عن المتخلفين عن الجيش؟ علي بن ابي طالب كان موجود في اللعن دوت. هذا الكلام يعني يقوله لغير احد، لانه الامام علي هو اللي الرسول صلى الله عليه واله طلب من عنده انه يبقى في المدينه. اتفضل قول لي يلا اديني الدليل على كلامك. شوف لا هسه انت دليل على كلامك. اديني الدليل على كلامك، اديني الدليل امانه. انا بحب الكلام كده، اديني دليل على كلامك، والا علي بن ابي طالب يكون في اللعن مع ان الروايه ضعيفه، ولكن ماشي خلينا نخليها صحيحه. اديني دليل على انه مش موجود. يلا هو شوف ارجع لكتبك يا سيدي. ما في حاجه اسمها ارجع لكتبك، ارجع لاي كتاب. طيب اتفضل ارجع لاي كتاب. ارجع ارجع كل المصادر اللي موجوده كلها. استنى كده، استنى رجعت اهو. استنى في اي كتاب. انا معايا تحقيق علمي دلوقتي في احاديث المهدي. قول لي في انهي حته. انت عندك اللابتوب شغال، انا عندي مشكله باللابتوب ما اقدر اطلع لك المصادر. امشي يلا.